زين. 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 يا فيروز، الصورة دي جات لي دلوقتي. مين دي؟ مين اللي بعت لك الصورة دي؟ اكونت معرفوش، جات لي دلوقتي على الفيسبوك في اذرز. كان ملوش اسم يعني؟ واضح انه فيك اكونت. أكيد هتلر أو ولده. ممكن اعرف مين دي؟ ده البت اللي اتقتلت، مريم، والطفل اللي عايش عندنا تحت. اول مرة تقولي انك قابلتها قبل ما تموت. وأنا من متى بحكي لك على اللي بيحصل في شغلي؟ ده مش شغل يا زين، دي ام طفل عايش معانا هنا في البيت ومسميها على اسمك. يعني اقل حاجة تعبرني كمراتك وتقولي انك قابلتها قبل ما تموت. ما جاتش فرصة. ما جاتش فرصة؟ كان عندك حق لما قلت لي سافر يا ابوي. انا هلم خلقاتي واهرب بره البلد خالص على ما الدنيا تهدى. لا، فات الميعاد يا ولدي. خلاص، الجواب باين من عنوانه. خلاص، العالم دي عايزين ينتقموا مني فيك. لو خرجت برا البيت مش بعيد يمسكوك. يمسكوني ليه عاد؟ انا طلع لي امر ضبط واحضار ولا ايه؟ لا، بس أكيد بيجهزوه. طب لو رحت؟ لو رحت مش هيسيبوك يا ولدي. ولد صالح زمانه طبخ الموضوع. طب اعمل ايه انا دلوك؟ هتتدبر يا ولدي. جينا عاشت وشافت أمر ضبط وإحضار لوالد هتلر عشان تعرف يا عزت بيه زين الجناوي لما بيحط حاجة في دماغه بيعملها. أهو ده من عجائب الدنيا السبع. مبروك يا زين. اتفضل يا باشا. ألف مبروك. اقعد يا بطل. مش سهل انت برضو يا زين. تلميذ يا اسماعيل بيه. نورت مكتبنا المتواضع يا باشا. ده انت يوم فرحك ما اتبسطتش كده. يا باشوات لازم اللي زي هتلر ده يعرف ان البلد فيها قانون واللي بيغلط بيتحاسب. على زياد برضه. امال هيكون عشان ايه يا زياد بيه؟ علشان ابن المقتولة اللي عايش عندك في البيت. انت بتهزر؟ طب وربنا عندك حق. كنت كل ما ابص في وش الواد الصغير اقول له هجيب لك حق امك. وبعدين وانا بهتم بالقضيه دي بس. بذمتك يا عزت بيه مش كل قضيه بمسكها بهتم بيها نفس الاهتمام ده. تمام. سمعتي سبقاني. على الله بس لما يجاب يعترف بسرعه ويخلصنا. ده لو اتجاب اصلا يا فندم. ده ابو شيخ منصر. هجيبه يا فندم ومن حضن ابوه. بلاش انت يا زين، مش عايزين مشاكل. امال زياد هينزل يجيبه. عزت بيه القضيه دي بتاعتي ومحدش هيجيب الواد ده غيري. يا زين اسمع، انت دايما في العدل. وربنا من غير مشاكل. نور اسماعيل بيه. وابن هتلر هينور في الحجز النهارده. هي دي امه. في شبه منها. ربنا ينتقم منهم، كانت قمر. يا رب. الناس دي طلعوا مش سهلين خالص. اللي زي دول الأبلسة جنبهم ملايكة. انا ابتديت اخاف علينا. انا حاسه ان هم مش هيسيبونا في حالنا. يعني إيه؟ انا حاسه ان الصوره دي هم عايزين يوصلوا بيها رساله لزين. رسالة إيه؟ رساله ان الولد ده لو حصل له حاجه اهلك هيتضروا. ما تفوليش وما تخوفينيش يا بنتي. انا مش قصدي اخوفك، بس هو ده اللي انا حاساه. يا ساتر. خير يا زين. في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك. مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا.
متجوز أمريكية وعنده منها عيلين. عقبال عندك. أنا عارف إن عندك مشكلة في القصة دي. طب مدام هاجر فسح شويه عشان نشوف شغلنا. فتشوا في كل مكان يا رجاله، ما تسيبوش خرم ابره. لو في حريم جوه قول لهم يستروا نفسهم. انتوا جريتوا ولا ايه؟ في ايه يا حضرة الظابط؟ ده بيت هتلر بيه. بتشوف بطايقنا بالمره. زعلنا نفتش بيت هتلر بيه؟ امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خدوا على البوكس، تعدي على ضابط اسناد ده اتعملوا. ما تسيبوش مكان جوه لما تدوروا فيه. ورحمة الغالي لا خليك تحصن. حصل مين؟ تعرف وقتها ساعتها افتكر انك اتجرأت دخلت رجالتك يفتشوا بيت هتلر. انت اللي ما جتش معايا دغري، عمال تقول لي الغاز هاجر وسافر، افضل اسمع كده لحد ما المحروس يهرب. مسعد ما عملش حاجة عشان يهرب. لما لبسوا حبل المشنقه ان شاء الله ساعتها بس هتعرف انه عمل. دور فوق السطوح. عشم ابليس في الجنة. قصدك عشم زين صالح القناوي في الجنه. مش موجود جوه يا فندم. انت اللي جبته لولدك، كنت اخده النيابه معزز مكرم، مضطر اني اخده متهان ومتكلبش. ما عاش ولا كان. لا عايش وقدامك هو هتشوف بعينيك. ونسيت اقول لك الصوره اللي بعتها لي عجبتني، بس عايز صوره اوضح عشان اعلقها في الصاله بالمره الواد يشبع منهم الله يرحمها. يا بنت حقك علي، وحياة منصور عندك ما تزعلي مني. يما انا عمري ما فكرت ولا جه في بالي اني اخاف منك. تخافي من انا؟ ايوه يما، مطرح اللي المفروض احس فيه بالامان بيجي اكتر ما كان مخوفني. اليد اللي المفروض تطبطب عليا هي اللي ضربتني بالقلم. وكل ده عشان ايه؟ ولا حاجه. خلاص يا ليلى، امك جات لحد عندك عشان تراضيك؟ والله يا ليلى من خوفي عليك ببقى قاسي. انا بنتي من يوم ابوك الله يرحمه بقيت اب وام. الحمل ثقل عليا قوي، ما بقيتش قد يا بنتي. عارفه يما، ساعات بتفكريني بالقطه اللي كلت عيالها من كتر خوفها عليهم. ايوه يما، القسوه اتحملها منك، لكن تكليمه زي القطه لا. اوعي حبيبتي يا بنتي، سامحيني يا بنتي. سامحاكي يما. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا بنتي. يا ماما أنا حاولت كتير قوي مع زين ومفيش فايدة، واخد قضية هتلر دي مسألة حياة أو موت. ولدي يا بنتي وانا حافظاه كيف ابوه ما يخافش غير من اللي خلقه. معقولة يا ماما؟ ده انت اللي مخوفاني من هتلر ده،